أكتر 5 صغار حيوانات بتعاني في طفولتها، والأخير شعاره البقاء للأقوى. رقم 5. جرو شطان تسمانيا. الكائن ده بيبدأ معاناته من أول ثانية نزل فيها من بطن أمه. أنثى شطان تسمانيا بتولد حوالي من 20 ل 30 جرو صغير بحجم حبة الرز. الصدمة فين بقى؟ الأم دي ما عندهاش في جيبها غير 4 حلمات رضاعة بس. ال 30 جرو أول ما بينزلوا بيتحولوا فورا لسباق مجنون وموت. أول 4 بيوصلوا للحلمات بيمسكوا فيها وبيعيشوا، وال 26 الباقيين بيموتوا من الجوع في نفس اللحظة قدام أمهم. طفولة قاسية جدا واختبار مرعب من أول لحظة. سبحان الله. رقم 4. صغير فقمة القيثارة. في القطب الشمالي المتجمد بيتولد الكائن الأبيض الكيوت ده. الأم هنا حنيتها مؤقتة بشكل غريب، بترضعه لمدة 12 يوم بس، بتديله لبن دسم علشان يعمل طبقة دهون، وفجأة تسيبه لوحده تماما على التلج وتمشي وما ترجعش تاني أبدا. الصغير ده لسه ما بيعرفش ولا يعوم ولا يصطاد، وفروه الأبيض لسه ما نشفش، بيفضل قاعد في البرد القارس لأسابيع، يصرخ ويبكي من الجوع والوحدة، وجلده كمان بيقشر، ومستني يا اما يتعلم العوم باعجوبه، يا اما يطلع له دب بري او حوت قاتل وياكله وهو مستسلم. رقم 3. صغير الكنجارو. طبعا هتقول لي حاسب هنا يا نجم، مش انت لسه عامل فيديو بتقول فيه ان صغير الكنجارو ده من اكتر الصغار المدلعه في عالم الحيوان، وده علشان مقضيها نوم واكل جوه جيب امه؟ هقول لك عندك حق، بس الدلع ده ليه وش تاني مرعب، وبيقلب لمعاناه وقسوه فوق الخيال في ثانيه واحده وقت الخطر. الصغير ده بيتولد عميان وشفاف وحجمه قد البونبونيه، وبيزحف لحد ما بيدخل جيب امه علشان يتدلع ويكمل نموه. لكن المصيبه والمعاناه الحقيقيه لما الام دي بيطاردها مفترس سريع زي الكلب البري، وتحس انها خلاص هتتمسك والوحش هيبلعها، بتعمل ايه غريزيا؟ بترمي ابنها الصغير ده بره الجيب على الارض للمفترس، اللي هو خد انت تسلب ده وسيبني في حالي. وبتعمل كده بدم بارد علشان تخفف وزنها وتقدر تجري اسرع وتنقذ حياتها هي، وتضحي بابنها اللي كان لسه متدلع من دقيقه، وتسيبه يتفرتك ويتاكل حي قدام عينيها. رقم 2. صغير طائر ابو مركوب. الطائر ده شكله مرعب وشبه الديناصورات، وقسوته مع عياله غريبه جدا. الام بتبيض بيضتين والبيضتين بيفقسوا، لكن الام بتختار فرخ واحد بس اللي هو الاقوى وتهتم بيه، والتاني بقى بتعتبره استبن ملوش لازمه. الصغير الضعيف ده بيعيش مأساة حقيقيه. اخوه الكبير بيفضل يضربه بمنقاره الحاد وينتف ريشه ويطرده بره العش في الشمس الحارقه. المصيبه ان الام بتبقى واقفه وبتتفرج وما بتتدخلش، ولما بتيجي تسقيهم ميه بتسقي الاخ الكبير كمان بس، وتطنش الصغير تماما لحد ما يموت من الجوع العطش والضرب قدام عيون امه. واخيرا رقم 1. جرو الضبع. جرو الضباع بتتولد بعيون مفتوحه تماما، وعندهم سنان حاده وقويه جاهزه للشغل على طول. الام بتولدهم جوه جحر ضيق ومظلم جدا وما بتدخلش معاهم. اول ما ينزلوا الجحر الاخوات بيهجموا على بعض في معركه دمويه شرسه وعنيفه جدا، بهدف ان الاخ الاقوى يقتل الاخ الاصغر علشان يخلص منه. والام بره بتبقى سامعه صراخ ولادها وما بتتدخلش، لان قانون القطيع بيقول الاقوى بس هو اللي يعيش. يعني نقدر نقول انها طفوله غارقه في الدمويه من اقرب الناس ليهم. سبحان الله. قول لي بقى، ايه اكتر صغير حيوان صدمتك كميه المعاناه والقسوه اللي بيشوفها في طفولته؟ وفي النهايه صلى على الحبيب.